السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة هنعمل اكلة حلوة قوي الكل بيحبها، وهنعملها زي الكنتاكي كده واحسن منه كمان. معانا هنا دلوقتي دقيق ونشا كميتين متساويين، وهنحط عليهم ملح وكمون، وهنعجنهم بالمية اللي احنا شايفينها دي وبالطين. بنفقش البيض اهو، ومعانا كيس خميرة فورية، ومعانا خضرة بقدونس مقطعينه حتت صغيرة قوي. هنخلط الخليط ده كله على بعضه ونعجنه بالمية، يعمل خلطة كده عاملة زي الكيكة بالظبط او اخف سنة عشان هنحط فيها البقدونس. هنشوف انا بعملها بالتفصيل اهو عشان تبقى باينة للكل. هنقعد نعجن كده ونزود شوية المية شوية بشوية لغاية ما نوصل للسمك اللي احنا عايزينه، ونعجن كويس عشان ما يبقاش فيه دقيق او نشا لازق في الحروف، وما يبقاش فيه حاجة مكلكعة. هنا اهو زي ما احنا شايفين كده بنفضل نضرب فيها بالمضرب اليدوي، ونزود المية شوية بشوية عشان نوصل للسمك اللي احنا عايزينه بالظبط، ما يبقاش خفيف قوي ولا تقيل قوي. هنا بنحط معلقة سكر عشان الخميرة تنسياها، وهنقلب كويس. هنا اهو حطينا الخضرة بتاعتنا وهنقلبها. شايفين السمك اهو بتاعنا، زودنا له شوية مية عشان الخضرة لما اتحط تقلته هي كمان، ولسه هيخمر. فلما بيخمر السمك بتاعه بيتقل كمان شوية. هنا خلاص خلصنا ده. نخش بقى على الأكلة بتاعتنا وهي الكرنبيت أو أرنبيت زي ما بيتقال في أي حتة، كل مكان بيتقال بشكل مختلف. بنقطعه حتت صغيرة كده، واحنا بنقطعه كده حاطين مية على البوتاجاز فيها كمون وملح. بنسيبها تسخن او تغلي، والكرنبيت بنقطعه وردة صغيرة كده زي ما احنا بنقطعه قطع صغيرة، وبعد كده هنحطه في المية لما يستوي خالص بنشيله، وبعدين نبدأ نقليه. بنحط اهو كمون وحطينا ملح، وهنحط الوردة بتاعتنا او الأرنبيتة بتاعتنا، وهنغطيها لغاية ما تستوي خالص. تبقى مستوية، هي بتبقى ناشفة. لما تستوي بتلاقيها طريت كده تعرف ان هي استوت، بس ما تسيبيهاش قوي عشان ما تتكسرش منك. يعني تستوي وتفضل مصححة زي ما هي كده، ما تتهريش. خلاص هنا استوت، وهوريكم شكلها في المية اهي. شايفين عاملة ازاي؟ مصححة اهي، ما اتهرتش بس مستوية. ما توصلهاش لدرجة ان انتي تهريها، عشان لما تيجي تحمريها كويس تبقى ماسكة نفسها. في طرق كتيرة قوي للكرنبيت، في بيتعمل صينية في الفرن، في باللحمة المفرومة، في بيتطبخ بالصلصة. كل واحد بيعمله بالطريقة اللي هو بيحبها. هنا كده خلاص اهو. ده الخلطة بتاعتنا اهي. بعد ما خمرت هنقلبها ونجيب طاسة بتاع الزيت. خد بالكي بقى ان الخلطة اللي احنا بنعملها دي الاول كانت امهاتنا بيعملوا بيض بس ويحطوا فيه الكرنبيت، بس بالخلطة دي ما نخليش الكرنبيت يشرب زيت،
وما تستهلكيش كمية زيت كبيرة، يعني خلطة بتوفر لك كتير. كيس الخميرة الفورية بتخلي الكرنبيط ما يشربش زيت، زي ما احنا شايفين اهو. وهنعمل معاها بطاطس انا عاملاها مهروسة باللبن والملح والفلفل الاسود، هرساها كويس اوي بالهراسة وسايباها في التلاجة من بالليل. هنعملها بطريقة حلوة قوي، ويبقى شكلها حلو واطفالنا كلنا هيحبوها، خصوصا ان في اللي ما بيحبوش الكرنبيط بتاعنا ده. هنا اهو شوفي بنقطع الكرنبيط في قلب الخلطة ونرميه كده فيها، ونشيله بالمعلقة ونحط في الطاسة على طول اهو زي ما احنا شايفين كده. الكرنبيطة بتبقى شاربة الخلطة بتاعتنا ومتغلفة بيها من كل ناحية، بيبقى أطعم من كنتاكي كمان، نفس المنظر بتاع كنتاكي، المقرمش من بره وطري وحلو من جوه. ممكن بعد ما تحطيه في الخلطة دي تحطيه كمان في دقيق بنشا تاني وتقلبيه كده، يديكي نفس المنظر بتاع كنتاكي، بس هيعملك طبقة زيادة كده على الوش ملهاش أي لازمة. هنا اهو مقرمش برضو جميل، وبيتاكل كله على بعضه. لو حطيتيه في دقيق بنشا هيعمل طبقة زيادة كده، وهتبقى عبارة عن دقيق ملهاش لازمة. هنا كده اهو هنكمل بقى آلية الكمية كلها. هنقلب بقى على البطاطس. هنشوف دلوقتي البطاطس بتاعتنا اهي، هرساها وعيناها في التلاجة. دي طريقة ان انتي ممكن تاخديها وتقرصيها كده قرص صغيرة وتحطيها في الخلطة كده، بس هتعوز كمية خلطة كبيرة لو عملتيها بالشكل ده، وهتاخد وقت اطول، بس اللي يحب يعمل كده براحته. هي بتبقى ماسكة نفسها لانها مسلوقة ومتعانة في التلاجة من بالليل. او ممكن تقومي حاطة شوية الخلطة صغيرين، حطاهم كلهم في قلب البولة بتاعتنا وتقلبي كويس زي ما انا بعمل كده. يعمل لك خلطة حلوة كده، عجينة حلوة زي عجينة الطعمية. تحطيها بالمعلقة اهي، وتقومي بعد ما تحطيها في الطاسة بتهرسيها كده، تبططيها في قلب الطاسة بالمعلقة زي ما احنا شايفين كده اهو. بيطلع لك زي قطعة، كأنه قطعة بانيه حلوة. شكله حلو قوي، بيبقى مقرمش من بره وطري من جوه، شكله حلو قوي وطعمها تحفة. الولاد كلها عندي حبوها، وهي اتاكلت كمان قبل الكرنبيط اهي، شايفين عاملة ازاي، وتبقى مقرمشة قوي قوي من بره وطرية من جوه. والبطاطس لانها هرسينها بالحليب وهرسينها ملح وفلفل اسود، فطعمها حلو ومفيدة مع الخضرة اللي في الخلطة بتاعتنا. طعمها حلو قوي. ما تنسوش الخلطة دي بتخلي الزيت ما يشرب الحاجة بتاعتنا اللي احنا بنقليها، ما تشربش زيت خالص، وخصوصا الكرنبيت من الاكلات لما بتتحمر بتشرب زيت. انا ما زودتش الزيت خالص، الزيت هو من اول ما حطيته. مهم. ان شاء الله تكون الطريقة حلوة وسهلة عليكم، وتعملوها لولادكم ان شاء الله. شايفين عاملة ازاي؟ وبكده اكون خلصت الفيديو بتاعي، وده الكرنبيت ودي البطاطس. ان شاء الله يعجبكم واتمنى لكم كل خير. شايفين البطاطس عاملة ازاي من جوه اهي، طعمها تحفة والله. وادي الكرنبيت اهو. سلام عليكم.